سلام حبوباتي، كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وعواشر مبروكه علينا وعليكم بالصحه والسلامه وكل ما تمنوا يا رب. وفيديو جديد. في هاد لا فيديو غادي نشارك معكم هاد التوست اللذيذ، صحي 100%، بدون جلوتين بدون دقيق. ما كيرفعش نسبه ديال السكر نهائيا بالتجربه، وقليل الكربوهيدرات. قبل ما ندوزو للمقادير وطريقة التحضير، فضلا وليس امرا ما تنساوش الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاحمر وزر الجرس باش يوصلكم كل جديد. خلوا لي لايك الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب اللي تعمل الفائده. وغادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاجو لهذا التوست دقيق اللوز، كاس ديال دقيق اللوز. انا راه صوبته غير في الدار، طحنته غير في الدار. دقيق ديال الزنجلان، كاس ديال دقيق الزنجلان، وكاس ديال دقيق زريعه الكتان. غادي نحتاج 2 المعالق ديال بسيليوم او ما يسمى بالقاطونه، كتباع عند العطار. ممكن غتمشيو عند العطار وغادي تقولوا ليه عطينا القاطونه، راه غيعطيها لك، او البسيليوم. وهنا طحنتها نستعمل فيها 2 المعالق كبار، و ملعقه كبيره ديال الشيا، بذور الشيا. وعندي نصف كأس ديال زيت الزيتون، واحد الخميره ديال الحلويات، وملعقه كبيره ديال خل التفاح، وملعقة صغيرة ديال خميرة الخبز. وضعتها في نصف كأس عفوا ديال الماء حتى كتفاعل. هنا خديت واحد البول باش نبدا نصاوب الخبز ديالي. هنا فيه طحنت فيه مكونات كيف ما قلت لكم الجافين، الزنجلان وزريعة الكتان واللوز. هنا فاش طحنتهم غادي نخدم فيه مباشرة. وضعت فيه 5 الحبات ديال البيض، رشة ديال الملح. غنوضع الخميرة اللي وضعتها تفاعل في نصف كأس ديال الماء، خميرة ديال الخبز. وغنضيف نصف كأس ديال زيت الزيتون. هنا راه عبرت بكأس ديال العنبة، عبار كأس العنبة. المهم غنضيف نصف كأس ديال زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا. غنضيف قليل من الزعتر غير باش نسمو. بغيتو تنسمو بشي حاجة اخرى ممكن، يعني غير اختياري. وعندي ملعقة ضروري ديال خل التفاح، ملعقة ما تكونش عامرة بزاف باش ما تعطيناش تاني ديك الحموضة في الطوست. صافي غادي نوضع المكونات يطحنوا مزيان. نتوما استعملوا طحانة اولا عجانة اللي عندكم. بعد ما طحنتو غادي نضيف 2 المعالق كبار ديال القاطونة او البسيليوم، انا طحنتها. وعندي ملعقة كبيرة ديال بذور الشيا. غادي نوضع كأس ديال اللوز اللي طحنتو، اللوز بدون قشرة هنايا. وضعت كأس ديال الزنجلان، وكأس ديال زريعة الكتان كيف ما كتشوفوا. وغادي نضيف كيس ديال خميرة الحلويات من فئة 8 غرام. غادي نوضع المكونات يطحنوا وغادي تشوفوا معايا القوام ديالهم. بالنسبه لواحد الملاحظه، هذيك القاطونه اشنو الدور ديالها؟ هي اللي كتجمع لينا العجين، راه هي اللي كتقل لينا هذاك العجين. هي الدور ديالها هو هذا، يعني كتجمع لينا العجين. كتطلق واحد الجيل ولا ما عرفتش شنو غنسميه لكم، هو اللي كيعطي هذاك الدور. من بعد ما طحنت المكونات كيف ما شفتوا القوام ديالهم، وهنا خديت المول ديال الطوست، فرشت ليه ورق الزبده ضروري باش ما كيلصقش معانا ولا شي حاجه، لان ما نضمنوش لان ما فيهش الدقيق. وخديت واحد السباتيلا كنغطسها شويه في الماء، كنقطرها وكنبقى نسرح بها العجين باش نقاد الواجهه ديالو. المهم غنقادو مزيان في المول. وغادي نزينو هنا تزيين اختياري، ممكن زنجلان، انا هنا درت زنجلان ابيض. زينوه باش ما بغيتو. انا ضفت شويه ديال حبه سوداء حتى هي. ووضعت العجين ديالي حتى يختمر، يعني حتى يخمر مزيان. وغادي ندوز نطيبو. هنا كيف ما قلت لكم زينوه باش ما بغيتو، المهم انكم خلوه يخمر مزيان. غنضغطو شويه باش يشد فيه هذيك الحبوب. صافي. وهنايا
غادي نخليه يختمر وغادي ندوز نطيبو من بعد. صافي من بعد ما ضاعف الحجم ديالو غادي ندوز نطيبو، غتشوف معايا الشكل النهائي ديالو. ها هو كيف ما كتشوفوا من بعد ما طاب. كيجي لذيذ صحي. ما كيرفعش نسبة ديال السكر، صحي لاصحاب السكري. هنا غادي نخلي شويه يبرد وغادي نقطعو معكم مباشرة، وغادي تشوفوا كيف كيجي القوام ديالو من الداخل. فقط هو كنخلوه حتى كيبرد. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل ديالو، راه هو ما كينتفخش بحال الدقيق، بحال الطوست ديال الدقيق العادي. باش ما تقولوش ما منفوخش اولا شي حاجه، راه هذا هو الماكسيموم ديال النفاخ ديالو. بالنسبه الى غادي نضاعفوا المقادير كتر وكتر، راه 5 الحبات ديال البيض راه عندي انا المول كبير، هذا ديال الطوست راه كبير. صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تخلوا لي لايك الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب للاستفاده. ونتلاقاو في فيديو اخر، في امان الله ورعايته.